تاخد في بالك بس كده ان فلسطين محتاجة محمد صلاح؟ تفتكر انت كده؟ انا ما اعتقدش. هل التويتر ولا البوست ولا اي دعم اللي هو هيعمله محمد صلاح لفلسطين هيفرق معاه، هيحرر القدس مثلا؟ لا طبعا. ولكن الاساطير دايما، او اللي هم الناس اللي هي فاهمني بقيمة محمد صلاح فعلا، بيبقى لهم مواقف بره الملعب. محمد صلاح للأسف الشديد الفترة الأخيرة ملوش أي موقف بره الملعب خالص. خالص مفيش أي موقف خالص يحسب ليه، يعني لدينه أو للعروبة. يعني أي موقف لبلده، للعرب الأشقاء، الناس المحترمة، الناس اللي كانت بتدعمه دايما من فلسطين، الناس اللي كانت بترسم صور على الحيطان في فلسطين، تستاهل منه رسالة دعم. ولو حتى يعني أي حاجة، أي حاجة. أنت عارف لو غير صورة البروفايل بتاعه وحط علم فلسطين بس لمدة ساعتين بس. ولكن يعني موقفك يا محمد صلاح ما يدلش غير على حاجة واحدة بس، إن أنت ما كنتش ولا هتبقى ولا هتكون فخر لنفسك حتى، مش للعرب. احنا غلطنا لما سميناك فخر العرب. غلطنا لما شجعناك في يوم من الأيام. غلطنا لأن أنت فعلا ما تستحقش. إن ملكة بريطانيا كانت تستحق إن أنت تنزل لها تويتر، إنما قضية الأمة فلسطين ما تستحقش، صح؟ ده من وجهة نظرك أنت طبعا. رأيي المتواضع جدا 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 إن محمد صلاح بعد آخر موقف، أو بعد القضية الفلسطينية، إنه مرضيش حتى يعمل أي حاجة يعني أي حاجة، أي حاجة. حتى في ماتش مصر الودي ده معملش أي حاجة، أنت فاهم؟ مفيش أي إشارة منه إن هو عايش معانا في الدنيا أصلا. أصلا يا باشا مصر، رأيي إن هو خسر كتير جدا 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 من شعبيته. خسارة محمد صلاح والله، خسارة والله، خسارة يا فخر العرب. ما طلعتش فخر العرب، طلعت فخد العرب على رأي هشام ده، مش عارف اسمه ايه، ممثل. فخد العرب. انت طلعت، مش عايز اقول والله كلام جارح، بس والله بجد انت للأسف انت من العرب. للأسف انت اسمك محمد صلاح. للأسف، للأسف الشديد، للأسف الشديد انت محسوب علينا، للأسف الشديد.